ماتش باريس بكره وليفربول انا خلاص، انا اي ميد ماي بيس ان احنا غالبا هنطلع بنسبه كبيره، هنطلع، بس ان شاء الله باذن الله ممكن نعمل حاجه. ده هيفرق في ايه بقى؟ هيفرق في كذا في كذا في كذا جزء. اول جزء ان اليسون ما يبقاش سوبر ماريو، ما يبقاش كده يعني. يعدي كوره مفيش مشكله، لما تعدي منه كوره او كورتين تخش جول عادي. كور في المقاصات مش لازم تجيبها، ممكن تبقى تنزل على الارض تقعد معانا عادي، صباح الفل يعني. والنقطه الثانيه ودي الاهم، عثمان ديمبيلي، باركولا، كرافستخيليا، اي حد هينزل من على الدكه بعد اذنكم خلصوا الفرص، لو ما يضايقوش يعني لو مش هيضايقكم خلصوا فرص. وفيتينيا بعد اذنك شوط احسن، لان انت كنت بتشوط احسن من كده بكتير. شوط احسن، شوط اقوى، يعمل حاجه، اتصرف انت وجو نيفيز بصوا اتصرفوا، انا ماليش دعوه، المهم ان انا اطلع الماتش ده كسبان. ازاي بقى؟ ما يخصنيش انا، انريكي يتصرف، اي حد يتصرف، المهم انا عايز الماتش ده اطلع خلاص كسبان. ما معرفش بقى انا يحصل ده ازاي بقى، وهيحصل ازاي في بجحيم الانفيلد اللي ربنا يستر عليه ده. فانا بقى، انا بص بقى، انا خايف طبعا يعني. بس نفسي يعني، والله انا نفسي يعني بس الفكره كلها، طب احنا دلوقتي لو اتاهلنا ان شاء الله، مثلا ان شاء الله يعني، لو احنا اتاهلنا هنلاعب فريق تعبان وصباح الفل، وان شاء الله هنعديه من غير مشاكل، بس احنا هنخبط في ريال مدريد بعد كده. فلو طب انا اللي هو ايه، انا مش عارف اللي هو ايه، طب انا ايه احسن لي، ان اطلع من ريال مدريد ولا اطلع من ليفربول دلوقتي؟ انا مش عارف، فاهم يعني ايه اطلع خروج مشرف دلوقتي، ولا اطلع خروج مهين من ريال مدريد؟ لان ريال مدريد لو هو ملط هيكسب، وكيليان امبابي هيجي قدام باريس سان جيرمان عارف له هيتجنن، اللي هو لا ده انا هكسبكم كلكم، ده انا هقتلكم. فانا مش عارف، ربنا يستر، ربنا يستر.